الأقل نتيجة التعادل، ولكن تطمح لتحقيق الانتصار، وبالتالي التأكيد وإرسال إشارات قوية جدا لبقية المنتخبات بأنه نافس على اللقب العالمي، اللقب الثاني. هذا هو المسعى بالنسبة لكتيبة فرناندو هيرو، الرجل الذي خالف لوبيتيغي قبل ساعات، واليوم سيلعب بتياغو. ينطلق في الجهة اليمنى، لازم من التغطية، بعد ذلك تخرج هنا مباشرة إلى أول ركنية. يقول الحكم بالمناسبة رشفان، هذه كرة خطيرة ملعوبة في الجهة اليسرى، المتابعة ممتازة. هنا التصدي وأول اختبار لحارس المرمى منير المحمدي. نعم، الحارس العالمية كانت في 2010 بجنوب أفريقيا. صافرة من جديد وركلة حرة في هذه الأثناء. أصابك يا مرابط، أصابك في هذه اللحظات، أصابك يا نور الدين يا مرابط. هدوءك في هذه الاثناء، صراع بينه وبين راموس. نعم، لا نستغرب مثل هذه المواجهات لانه سبق لنورا كان متوقع هنا ملعوبه، لكن الاقرب للكره هنا اشرف حكيمي يتركها الى ركله مرمى لمنير المحمدي. يلعب كالينينغراد الذي يتسع ل 45,000 متفرج، 30,000 نعم تذكره، بيئات للجماهير المغربيه. هناك من نعم لم يلتحق بكالينينغراد. نعرف الصعوبات والعراقيل التي وجدها الجمهور المغربي المتواجد في موسكو. فعلا صعوبات منعت بعض الجماهير المغربيه من التنقل لكالينينغراد. تحية سيرخيو راموس، انيستا في الاستلام، خطأ وانطلاقة سريعة. سير اخويا، سير اخويا، سير. هي جول، هي جول، هي جول، هي جول. خالد يا بوطيب، الطيب الذكر يفعلها، يمنح الافضلية للنخبة المغربية. نعم، انتظرنا طويلا هذه اللحظة، انتظرنا طويلا هذه اللحظة يا خالد يا بوطيب. نعم، يفعل في انفراد امام هنا واحدة اثنين. طلع كرة، طلع كرة، ما يمرش، خطيرة خطيرة. التعادل لإسبانيا، التعادل لم يتأخر كثيرا، التعادل لم يتأخر كثيرا مشاهدينا الكرام. اسكو يفعلها بعد هفوة دفاعية. التعادل للاروخا، رد بالك من اليسرى. انيستا دائما الرسام وسط الزحمه، يحاول المنتخب المغربي افتكاك الكره، وفي صافره اوسباكيه وركله حره وانذار قاسي. اعتقد انه كان بامكان احتساب الركله وعدم اشاره الورقه الصفراء لخالد بوطيب. هذه الاعاده مجددا سيرخيو بوسكيتس. انطلق يا بوطيب، الثاني هو جول. المنتخب الاسباني من هدف ثاني. هناك اخطاء، هناك شوارع في الدفاعات الاسبانيه في بلاد مانديلا. نعم، في القارة السمراء، عندما تمكن المنتخب الاسباني من احراز اللقب، ولكن للصدفة الغريبة اسبانيا اول مباراة في تلك البطولة انهزمت امام المنتخب السويسري، ولكن بعدها توالت الانتصارات وكان نجم النهائي. مرابط يشكلون جدار متقدم. انيستا خطير انيستا، طلع كرة ينبوك، طلع الكرة ينبارك والحكم يصفر الخطأ. نعم، كان فيها تدخل وكان فيها دفع من جانب اللاعب سيرجيو بوسكيتس. هذه الإعادة مرة أخرى، شوف تحرك لإنيستا في الدفاع ويترك الكلمة للإسبان راسية لكن بعيدة تماما. نعم، هذا ما يبحث عنه بوسكيتس وبيكي وسيرخيو راموس يا فرناندو يا هيرو. اكيد لما تشوف فرناندو هيرو ملامح الوجه وتقع الثواني الاخيره من عمر هذا الشوط. حذاري من انيستا، حذاري من انيستا، في كل مره يستلم فيها انيستا الكره الا وتكون الخطوره، لا فيها الهدف ولا فيها الفرص التي جاءت اتباعا. انيستا خطير يا جماعه. وعلى الجهه اليسرى حكيمي يمرر فرصه تسديده مرة تالية، أول تسديدة للمنتخب المغربي بعد الهدف. زياش، أول تسديدة لك منذ بداية المباراة هذا العامل. نعم، لم نستفيد منه في المباريات الماضية، لم نستفيد منه على مستوى التركيبات. وين يا مرابط، كان عندك المجال يتقدم. هناك لمسة يد، هناك لمسة يد يا روزباكي. يعني في بعض الأحيان حرام علينا وحلال عليهم. هكذا كان الأمر في مباراة البرتغال. لا نريد أن نبقى نعم على البكاء والبكاء. حكيم يتردد كثيرا في الصوت، بينما كرة وديخية توقيت الخروج
تخرج ممتاز مرة أخرى. ترجع مغربية بإمكان التسديد. يونس هنا الجرأة المغربية هجوميا حاضر. نور الدين مرابط التسديدة يا للحظ العاصر يا نور الدين يا مرابط. القائم يقف أمامك في كرة ولا أحلى، في كرة مغربية كادت تهتز الشباك الإسبانية بهدف ولا أحلى. حذر من الكرة الضايعة، هذه عرضية. الله يا سايس سايس حتى في الركنية كتف طريقية للمرمى المنتخب الإسباني. مرفوعة يا ديرار يا ديرار ما تخليش يضرب الكرة يا ديرار. ارتقاء من جانب اللاعب بيكي، ارتقاء يتفوق على ديرار في هذه الكرة الراسية. عادت الحياة، عاد الأمل، عادت المجموعة، عادت الروح وعادت الانتصارات وعدنا إلى العالمية. نعم قدمنا مستويات كبيرة ولكن نريدك يا إيرفي، نريد تجليل لزياش. تصل هذه العرضية وزياش كذا يفعل لكن بيكي يخرج إلى الركنية. الكرة الفار في اعتقادي خدم المنتخبات الكبيرة. جول هدف انسيري، هدف ولا في الأحلام، هدف ولا في الخيال، هدف في مرمى الإسبان. أخيرا جبناها، أخيرا في وضعية تسلل. حذاري من مثل هذه الكرات. نعم يقر الهدف في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. هدف التعادل مع الأسف في الوقت البدل الضايع. قلت مشاهدينا الكرام هنا الحكم أقر الهدف. نهاية المطاف الحكم إيرماتوف يعلن على نهاية المواجهة بالتعادل إيجابي، ولكن أعتبر بطعم الانتصار يا إيرفي رونا. شكرا لكم يا أسود، شكرا للمنتخب المغربي على هذا الأداء الرجولي، على هذا التعادل سجلنا في المونديال.